السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية المجمدة. بعد ما شفتوا معايا فيديو اللحمة والبسلة والرز والملوخية هتلاقوه موجود على القناة، والحمد لله عجبكم جدا. الطلب من حبايب قلبي من متابعيني اعمل لنا الملوخية المجمدة، لان اوقات ما بنعرفش نجيب الملوخية الخضراء او بتكون مش حلوة في السوق. هنعملها مع بعض في منتهى الجمال، احلى من الخضرة. الطريقة دي هتخليكي اصلا تبطلي تعملي ملوخية خضرة من جمال الطريقة اللي احنا هنعمل بيها الملوخية المجمدة. شوية تريكات كده هنقولها مع بعض هتطلع منك في منتهى الجمال. كمان هنعمل معاها صينية فراخ سهلة وبسيطة ومش هتاخد معانا وقت خالص. تعالوا نبدأ الاول بصينية الفراخ وهقول لكم هنعملها ازاي. جبت بصلتين كده وسط وقطعتهم طرنشات، وبعد كده تبلتهم بملح وفلفل. نزلت بالفراخ الموجودة معانا، وهنا كان معايا وركين وانا قسمت كل ورك نصين، وكان فيه 3 اجنحة كده. طبعا بعد ما غسلنا الفراخ كويس جدا وحطيناها في محلول النقع لمدة 10 دقايق، عبارة عن ملح ومعلقة سكر صغيرة وليمونة، وبعد كده غسلتها تاني وصفيتها. طبعا تقدري تستخدمي وراك بس او فرخة كاملة متقطعة 8 قطع او 4 قطع زي ما تحبي. بعد كده اما تبلت الفراخ مع البصل بالملح بالفلفل حلو قوي دعكتهم مع بعض، نزلت بطماطمتين متقطعين طرنشات وفلفلايه رومي برضو متقطعه طرنشات. هبدا بقى اتبلها بتوابل كده هتودي طعمها في حته تانية خالص. رشه من القرفه ورشه من السبع بهارات او بهارات الفراخ زي ما تحبي، وبابريكا وحبهان مطحون ورشه صغيره كده من الكركم. هدعك التوابل بقى بتاعتي كويس قوي مع الطماطم والفلفل الرومي، وبعد كده هتبل بيها الفراخ بتاعتنا كويس جدا. انا عايزه الفراخ تتشرب شويه من التتبيله اللي احنا عملناها. طبعا بقى انت لو مش مستعجله عليها يا سلام لو عملتيها قبل الاكل بنص ساعه مثلا او ساعه، وتسيبيها كده تشرب من التتبيله والتوابل براحتها. بس انا كنت مستعجله فعملتها في وقتها على طول، واول ما بدات اشتغل فيها شغلت على الفرن كده علشان خاطر يسخن معايا شويه. بعد كده بنزل بمكعب مرقه دجاج او كيس مرقه دجاج فوريه، وده طبعا اختياري. وبرش كده رشه صغيره من الملح ورشه صغيره من الفلفل على الوش كده، وبعد كده بنزل بربع كوبايه من الميه وهدخلها الفرن على الرف الاوسط على درجه حراره 200. ولو عايزه تغطيها غطيها مثلا بغطا حله، ما يكونش طبعا يكون ألمونيوم، يكونش فيه اي حاجه هتسيح الايد بتاعته، او غطيها بورق زبده وبعد كده ورق فويل. تعالوا بقى نعمل الملوخيه المجمده بشويه تريكات. امشوا معايا واحده واحده هتطلع معاكم احلى من الملوخيه الخضراء. والتركه مهمه جدا، لازم الشوربه تكون بتغلي، ما ينفعش ابدا الشوربه تكون بارده. وهنتبلها برشه صغيره من الفلفل الاسود، وزي ما انتوا شايفين كده ربع معلقه من الثوم، ومكعب مرق الدجاج وده اختياري، ونص معلقه صغيره من السكر. بتدي طعم الشوربه والملوخيه طعم في منتهى الجمال. دي تركه مهمه جدا. تاني حاجه الملوخيه بتاعتنا لازم نسيبها تفك، يعني ما ينفعش احطها في الشوربه وهي مجمده، لا طلعيها قبلها كده مثلا بنص ساعه او ساعه وسيبي الملوخيه المجمده تفك. لانك لو طلعتيها من الفريزر على الشوربه هتفضل تغلي تغلي، طبعا عشان عايزينها تفك هتسود وهتبقى معاكي مش حلوه. ودي برضو من الخطوات اللي هتخلي معاكي الملوخيه المجمده كانها خضر. بعد كده بديها تقليبه كده زي ما انتوا شايفين، ولو ظهر معاكي كده ريم على الوش اللي انتوا شايفينه ده هنشيله بالراحه جدا بالكبشه. طبعا مش هنخليه بيبقى شكله مش لطيف، فواحده واحده كده بالكبشه هنشيله، مش هيبقى ليه اثر ولا وجود معانا. طيب ايه نوع الملوخيه اللي انا استخدمتها؟ انا مستخدمه جيفريكس، وساعات بستخدم بسمة. فانتوا قولوا لي بقى، اكتبوا لي في الكومنتات ايه نوع الملوخيه المجمده اللي بتستخدموها وبتطلع معاكم حلوه جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين الملوخيه هتبدا تغلي معايا. قبل ما تدخل في مرحله الغليان بقفل عليها، يعني اللي زي ما انتوا شايفين كده اطراف الحله بدات ان هي تبقبق معانا كده، فداخله على الغليان. لا احنا هنطفي النار قبل ما تدخل على مرحله الغليان. احنا اصلا منزلينها في شوربه سخنه
ولو دخلت على مرحلة الغليان هتسود معانا ومش هيبقى شكلها حلو. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص طفيت عليها. في طاسة بقى هنزل بمعلقة من السمنة او الزيت زي ما تحبي، وبعد كده هنزل بالثوم بتاعي، واول ما يبدأ ياخد لون كده خفيف هنزل بالكزبرة. مش هننزل بالكزبرة في الاول علشان ما تتحرقش مع الثوم وتمرر معايا الطشة بتاعتنا. الثوم بقى يا سلام لو عندك ثوم فريش، يعني الملوخية بتحب الثوم الفريش فهيبقى احلى بكتير قوي من الثوم المجمد. بعد كده اول ما الثوم بتاعي خد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده، ما تغمقهوش عشان ما يمررش خالص، يبقى لونه كده ذهبي فاتح. انزلي بالطشه الجميله دي على الملوخيه. مش عايزه بقى اقول لكم الريحه في المرحله دي كانت عامله ازاي، ومن غير ما اتكلم ولا اوصف كتير الجمال عدى الكلام. خطيره. بصوا يعني طعم ولون ما يقولش خالص ان دي ملوخيه مجمده. والقوام حلو جدا. طبعا لو حابين تخففوها عن كده او تقلوها عن كده، انا بالنسبه لي القوام ده مناسب جدا جدا. شايفين الجمال بقى والحلاوه، طعمها خطير، وكل اللي هيدوقها من ايديكي هيسالك انت عاملاها ازاي. انا زي ما قلت لكم مستخدمه جيفريكس، جيفريكس وبسمة يعني افضل نوعين بالنسبه لي. انا مستنياكم تقولوا لي في الكومنتات ايه افضل نوع ملوخيه مجمده بتستخدموه. الفراخ خلصت معايا، خدت مده تسويه 45 دقيقه كده، وكانت جاهزه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطعمها في منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم هما كانوا وركين، وكل وركين انا مقسماهم نصين مع 3 اجنحه كده. بس بصوا طلعه رهيبه جميله جدا وسهله وما خدتش معانا وقت خالص، مع شويه الملوخيه. وعملت جنبها شويه شوربه لسان عصفور، وعشان ده كان غدانا يوم الجمعه فما حبيتش اعدي الاكله دي كده، وعملت لهم شويه محشي من اللي قلبكم يحبوا. اوعوا تكونوا بقى بعد كل ده لسه ما عملتوش لايك ولا شير. طب تعالوا نصلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب اجر انا وانتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وانا متاكده انكم بتحبوني وهتحطوا احلى لايك من احلى متابعين، لان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وبيساعد ان هو يتشاف اكتر. بحبكم جدا في الله، كل ام وكل اخت بتشوفني وبتتابعني، وعايزه اشكركم من كل قلبي على الكومنتات الحلوه اللي بتجيلي من الناس الحلوه. ربنا يخليكم ليا وربنا يحسن ما بين ايديكم. ومستنيه تكتبولي في الكومنتات انتوا بتتابعوني منين بالظبط، يسعدني يشرفني كمان. بحبكم جدا في الله. استنوني بقى، هنعمل مع بعض وصفات الفتره الجايه حلوه كتير، استعدادا كده لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب، واحنا في احسن صحه واحسن حال. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.